يا حسين. اللي عنده حاجة في هذا اليوم يطلبها من الحسين. اي والله انا خادمكم خادم الحسين سيدي حسين البخاتي. بال2006 تمرضت بمرض سرطان بالدم واجانا الحسين وطيبنا. عزت الأطباء عني، اي والله أقسم بالحسين ومنبر الحسين، عزت الأطباء عني. والدكتور قال 4 أيام ويموت، 4 أيام ويموت. إذا عنده جهال حبيبي وياي بالك فدوه، إذا عنده جهال أو والده خل تجي تشوفه. دخلاني وياه عرته الدكتور وقفل الباب عليه. قال لي سيد تدرج فيك أنت؟ قال عندك مرض سرطان بالدم. بعد فتحت الباب أنا شردت بالشارع ورضوا وراي والدتي واخواني جابوني ورجعوني للمستشفى. قال لهم أنا ما أقدر أنطي علاج، توقعون على مسؤوليتكم إذا رجحتوه وأنطي علاج. فوقع أخوي سيد رحيم البخاتي، وقع على مسؤوليته وأنطانا علاج الكيميائي دكتور جواد العلي بالبصرة مستشفى التعليمي. فاجاني اخوي ساعداني برتها قال انت علاقتك بالمنبر وانت خادم المنبر، اذا انت خادم الحسين الحسين ما يوقف لك، مو حبيبك انت تقول؟ قلت له انا حبيب الحسين بس اذا حبيبي اطلعوا من يمي، اريد ابقى لوحدي. قلت له يا ابا عبد الله الحسين انا خادمك وخدمتك بايام النظام وأقرأ على الفطرة، إذا قصيدة قرأتها لأمك الزهراء ما تجازيني ما كفانا هذا الحكي. قلت له يا أبا عبد الله الحسين كلهم أعزاء عليك بواقعة الطف، ما حلفك بخدر زينب ولا حلفك بكفي أبا الفضل العباس وما حلفك بعبد الله الرضيع ولا بالقاسم. بيش أحلفك يا أبا عبد الله؟ أحلفك بعطش علي الأكبر. طيبني يا أبا عبد الله. بهذه اللحظات وانغمى علي وإجاني أمير المؤمنين قال لي ندبتنا وإجيناك. وإجا أبا عبد الله دق على كتفي قال سيد شلون تندبني بعلي الأكبر؟ تدري بي عزيز علي دخلوني بغرفة مال طين، غرفة بناء طين وسرير حديث ومقاصة حديثة. أجروا لي العملية من يوم صدري، بس الألم حقيقة يعني الألم حقيقة أنا واعي. أجروا العملية لي ودق على صدري أمير المؤمنين وفزيت. من فزيت عنده ألم والألم ما راح، نزلوني للطوارئ أتقيأ دم. ساعة ونص ارتاحيت. قلت لهم أنا جوعان جيبوا لي أكل. جابوا لي أكل وأكلت وانغمى علي نمت، بس نوم مفاجئ. وإجاني نداء سيد سوي تحليل. بس أنا أنوه لكم أنا عندي نسبة الدم 3 والنخاع 5. النخاع 5000، هو النخاع الطبيعي 500,000. عادوني ثاني يوم اجبرتهم خذوني سووا لي تحليل عز زهير البرزنشي.
لقى الدم عندي، اسمعني، كان عندي 3، لقى عندي الدم 12 والنخاع 450. خل يسمع جميع العالم الحسين هذا وفضائله. اجيت جبت التحليل واجيت الدكتور جواد العلي، قلت له هذا عبد الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. قال هذا مو تحليله، هذا مو تحليل حسين جاسم فياض، مو تحليله. سووا لي تحليل، اعاد لي التحليل بالمستشفى، لقى عند الدم 13.5 والنخاع 500,000. انجاني الحسين وطاني ابيات من الشعر. انا حسين، انا حسين يا عباس عند عتايب يا مولاي. انا حسين يا عباس عند عتاب، مريض انا وطبيب انت يا بن داحل باب. مولاي ايش تقول منت عنا لبابك، وش بق يا عباس عتاب. اي والله من لسان الحسين هذا. متعني، اسمعني، متعني بقلب ملهوف واتحسر، واريد ان طلبتي منك يا بن حيدر. يا مولاي يا ابا عبد الله، مرض كبير وانت الطيبه تقدر. جيتك انا ومتعني لك قدامك اقعد واشكي لك. شقل لك يا مولاي؟ والله يقولون زينب طببوها وحرقوا قلبها براس اخوها. زينب استقبلوا سماحة السيد جاسم الطرجاوي.